انا نعطيك الحل الا كنتي كتوحل باش توصل لكميه البروتين اللي خاصك واخا كتعرف تحسب السعرات. كاين اللي كيعرف يحسب السعرات ولكن ما كيعرفش يضبط الماكروز ديالو. في اخر النهار كيلقى راسو انه واصل السعرات اللي خاصو يوصل ليهم ولكن ما واصلش لكميه البروتين اللي خاصو يوصل لها. اهم حاجه في حساب السعرات هو انك تكون ضامن كميه بروتين كافيه. اما داكشي ديال هاي كارب لو كارب فكيبقى اختيارات شخصيه. شوف، الحاجه اللي سهلت عليا انني نضمن كميه ديال البروتين كافيه وانا محترم السعرات اللي خاصيني، وانني فاش كنكون كنحسب في كل وجبه كنتاكد بان العدد الاجمالي ديال كميه البروتين في هذيك الوجبه كيساوي 10% تقريبا من الكميه او العدد ديال هذوك السعرات ديال ديك الوجبه. بمعنى الا هذا المنتوج مثلا كيضمن لي واحد 150 سعره حراريه فخاصها تجي معاه واحد 15 غرام ديال البروتين او اقل بشويه او اكثر. وإلا مثلا هاد الوجبه كامله فيها واحد 600 سعره حراريه فخاصها تجي معاها واحد 60 غرام ديال البروتين او اقل بشويه او اكثر. الا تبعت هاد الطريقه في جميع الوجبات فغادي نجي في اخر النهار الا كنكونسومي مثلا واحد 1800 سعره حراريه غنلقى راسي واصل لواحد 180 غرام ديال البروتين اللي تعد جد كافيه.